صباح الفل صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم مروه العزب. الناس اللي مش مشتركه في القناه يا جماعه تنزل تشترك دلوقتي، والناس اللي مش معايا على القناه التانية بتاعت حكايات ماما واسامه تنزل تعمل لي اشتراك في القناه دلوقتي. حكايات ماما واسامه على قناه اليوتيوب، دي القناه التانية. القناه التانية تعجبكم موت، اعملوا لايك دلوقتي يا جماعه. والموضوع ما يستاهلش ان انا اضحك، يعني الموضوع ما ينفعش ان انا اضحك فيه، بس انا بستقبل الكلام معاكم بضحكة. بس انا اسفة ليكم قبل اي حاجة. بصوا يا جماعة، حصل حاجة كارثة من كوارث الزمن في كفر الشيخ. آه، مكان اسمه الشراكوة او الشرقشة او الشرقنة، حاجة زي كده. مش حافظة اسم القرية قوي، بس هي في كفر الشيخ. حصلت امبارح كارثة 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 كارثة، عشان تعرفوا ان احنا بقينا في اخر الزمان، وما بقتش فيه امهات بقت عايزة تتحمل مسؤوليات نهائي. يعني الام او اي انسان او الاب بيرتكب الجريمة ويرجع يقول لك اصل انا بتعالج نفسي. معانا سهام عندها 45 سنة. سهام جوزها متوفي بقاله 4 سنين. معاها ندى، عندها ندى ما خلفتش غير ندى بس. ندى دلوقتي 14 سنة، الله يرحمك يا ندى. 14 سنة. الزوج متوفي وندى عندها 10 سنين. الزوجة بتقول لك انا اتحملت كتير ومش عايشة حياتي. تعمل ايه سهام اللي اتحملت كتير ومش قادرة مش قادرة ان هي تعيش حياتها، وبتقول لك هي شايلة فوق طاقتها، وهي مش زي الستات يعني هي مش زي الستات تعيش حياتها زي الناس. تصوروا يعني واحدة زوجها توفى ومعاها بنت واحدة بس بتقبض معاش، وفي نفس الوقت ناس من البلد بيساعدوها. يعني هي مش بتقبض معاش بس، لا، يعني مثلا فلان الفلاني جارها واحد بيطلع لله يجي يديلها عشان هي بتربي واحدة عيلة يتيمة. بتقولك انا ببصيت لقيت نفسي باخد معاش والناس بتساعدني عشان خاطر عيلة، وانا مش عايشه حياتي وعايشه مش عايشه سني. عندها 45 سنه، ركزوا في الكلام. فاضطريت اعمل كده. عملت ايه سهام بقى الجميله؟ عملت ايه في ندى بنتها اللي باباها متوفي، العيله الصغيره اللي في الاعداديه اللي باباها متوفي واتيتمت، ربنا ما يجرب على حد اليتم. عملت ايه الاستاذه سهام؟ قالت لك قعدت مع نفسها بالليل كده وندى نايمه، قالت يا جماعه انا كتير عليا اللي انا فيه ده. اعمل ايه؟ انا كتير عليا اللي انا شايفاه في حياتي ده، اعمل ايه؟ تعمل ايه سهام؟ تعمل ايه بعد ما فكرت؟ قالت لك انا بقبض معاش والناس بتساعدني. تعمل ايه سهام؟ دخلت على بنتها وهي نايمه، جابت السكينه وقامت دبها جايه في كتفها. قامت ندى قامت قايمه من النوم، ماما ماما مش هعمل كده تاني، انا اسفه يا ماما مش ندى ما عملتش حاجه اصلا. هي بتقول لها على اساس ان هي مفكره ضربتها بالقلم. بتصحيها، عملت بتبيع على نفسها. رد فعل ندى كان صعب قوي قوي، الله يرحمها. يا ماما يا ماما انا مش هعمل كده تاني، والله يا ماما انا مش هعمل كده تاني. تصور لما طفلة يا جماعة، ده احنا الواحد لما يعني الواحد لما بيدخل الأوضة بيمشي على طراطيف رجليه، ويعني حاول ما بيعملش صوت عشان الطفل أو العيلة يعني م- ما تقلقش. ندى اتخبطت بالسكينة وهي نايمة. بدل لما جت تخبطها قالت انا هخبطها في صدرها خلص عليها على طول، بحيث ان انا خايفة عليها ايه من المستقبل، وخايفة عليها لا لها خال هيسأل عليها ولا لها عم هيسأل عليها ولا اخ يسأل عليها ولا حد يأكلها. ايه يا جماعة، ما في ناس لطمت في الدنيا ولما ربنا اداها حست باليتامى وحست بالناس الغلابة وبتعطف عليهم عشان حسوا باليتم والغلب. انت دخلتي في علم ربنا، دخلت في المستقبل. انت ايه؟ انت جحدة، انت جحدة. المهم لما خبطتها في صدرها، لما ندى قامت وقالت ايوه يا ماما انا اسفة يا ماما مش هعمل كده تاني يا ماما انا اسفة، خبطتها تاني في صدرها تاني، كتفها وبعد كده صدرها. الطبيب الشرعي بيقولك سهام قتلت ندى بنتها 12 طعنة، طعنتها 12 طعنة. بعد ما طعنتها 12 طعنة واتأكدت ان روحها طلعت للي خلقها، عملت ايه بقى سهام الام؟ اللهم عافينا يا رب. الام عملت ايه؟ الام خدت بعضها وقامت لابسة مغيرة هدومها اللي كلها دم، طبعا هي سابت ندى غرقانة في الدم على السرير، وقامت لابسة هدومها. وقامت الأستاذة راحت اسكندرية عند ناس قرايبها. دخلت عند قرايبهم قالت لهم بس أنا مخنوقة وجاية طب فين ندى؟ ندى مش موجودة، ندى سايباها لوحدها. طيب تعالي. نامت تاني يوم
بيسألوها طب ندى فين؟ قالت لهم ندى أنا خفت عليها من المستقبل وخفت عليها من حياتها، خلصت عليها. ندى دلوقتي أنا خلصت على ندى خلاص، ندى دلوقتي راحت للي خالقها. طبعا الأهالي اللي هم أهاليها اللي هي كانت راحت بات عندهم في اسكندرية خدوها وراحوا المركز في كفر الشيخ، ودخلوا على المباحث قالوا لهم تعالوا معانا عشان دي بتقول كذا كذا قريبتنا وكانت جايه تبات عندنا وبتقول كلام احنا عايزين نفهم ده حقيقة ولا كذب. بنسألها على بنتها، قالت بنتي الله يرحمها خلصت عليها عشان مستقبلها. طبعا المباحث راحت مع سهام وراحت معاهم، شاورت على البيت وشاورت على الأوضة وشاورت على الشقة وشاورت وكده. دخلوا لقوا إن ندى بقالها يومين نايمة غرقانة في دمها وتوفت. قالت لهم أنا تعالوا شوفوا، تعالوا تفتحوا الإدراج، أنا بتعالج نفسي. طب ما تروح تتعالجي، ما تروح تتعالجي. مش يعني اللي بيتعالج نفسي ياما ناس ما ارتكبوش جرائم أساسا وراحوا تعالجوا نفسي قبل ما يرتكبوا الجريمة. طب ما تتعالجي نفسي. ايه اللي يخليكي ان انت تستنى على نفسك كده تاخدي علاج؟ ما تكملي علاجك. خلي بنتك تروح تقعد عند اي حد من قرايبكم، ابعدي عنها، اديها ملجأ، وديها ملجأ او وديها عند اي حد. خلصت عليها انا بتعالج نفسي هي بيه، وخلصت عليها عشان خاطر بنتي انا خايفه عليها من المستقبل. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا. لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر من قبل ومن بعد.